السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله في احسن الظروف. معكم معلمه سعاد من دار المعلمه، واليوم جيت نشارك معكم هاد الجليبه اللي هي ما شاء الله غنيه عن التعليق. جليبه بالطرز الفاسي باليد من طبيعه الحال. قبل ما نعطيها المولاتة قلت نصورها ونشاركها معكم، تعطيوني رايكم، تقولوا لي الا كنتم من عشاق الطرز الفاسي تقولوا لي شنو رايكم. روعه يعني هاد الجليبه ما شاء الله. في الحقيقه ديالها هي احسن من الصوره بكثير البنات والله. الاتقان ما عندي ما نقول لكم، غزاله مخدومه بالرنده، طلقت بالرنده. الرنده ماشي عريضه بزاف، وبطبيعة الحال مخدومة باليد، يعني هذه مخدومة باليد كلها 100% باليد. الطرز باليد والملاقي باليد. هنا غنشارك معكم واحد المقطع من واحد الجزء من كانت كتخدم. الله يسلم اليدين والله يسلم العوينات والله يخلي الصحيحة والصنعة. البنات صنعة شي حاجة اللي هي ما شاء الله. هي انا بعد على راسي كترتاحني نفسيا، كترتاحني يعني الوقت اللي تكون مقلقه ولا مسترسيه. شد المرمى ديالك كتبقى تخدم فيها، كتنسى الضغوطات، كتنسى يعني واحد الراحه النفسيه البنات وانت كتخدم هكذا وشاده الابره ديالك وكتخدم وكتنتج وكتشوف واحد المنتوج كيكبر قدام عينك وكيتقد وكيزيان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. تراثنا غني ما شاء الله. حنا في دار المعلمه كنحاولوا ما امكن اننا نحافظوا على الطرز اليدوي. يعني كل مره كنحط معكم حاجه كتكون مخدومه باليد 100%. الهدف من دار المعلمه هو انها تحيي التراث وتحافظ عليه، وان شاء الله بمجهوداتكم معنا نشروا هاد الفيديوهات ونشهروا شي شويه دار المعلمه، نتعاونوا باش نشهروها باش توصل الرساله. كنحاولوا نعلموا البنات الصنعه، كل انواع الصناعه اليدويه، باش بطبيعه الحال ما تنقرضش. كنحاولوا نحببوهم فيها ونتمنوا من الله التوفيق. الى عجبكم هذا الفيديو البنات ما تنساوش الاشتراك واللايك وشي تعليق اللي نعرفوا به رايكم. ودمتم بخير والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وبصحة مولات هاد الجليبه، بصحتها وراحتها والعقبه ان شاء الله يا ربي تخيط وتعاود.